ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده نعمل معاكم طبق الفول الحلو ده. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، طريقه ازاي. احلى طبق فول مدمس بالطحينه والزيت. تعالوا نشوف الطريقه والمقادير ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا هنا. معايا نص كيلو من الفول، غسلته ونقعته من بالليل للصبح وشطفته تاني وظبطته. ومعايا هنا نص كوبايه عدس اصفر، غسلته غسلة نظيفة كده وحطيته عليه. وهنا برضو نص كوباية فول مدشوش كنت نقعاه برضو وغسلته ورحت حطاه عليه. هنا جزرية صغيرة مبشورة. كل المقادير تتحط على بعضيها كده، بس اهم حاجة نقع الفول نقعة حلوة كده من بالليل للصبح او من الصبح بالليل، بحيث 12 ساعة. هنا بقى معايا ليمونة كبيرة كده، بس هاخد نصها، اللي هو الليمون القضاليا ده. هاخد نصها هقطعه شرايح واحطه عليه. ده بقى بيخليه ما يسودش معاكي ابدا، مهما يقعد معاكي ما يسودش. وهندمسه في الحله مش في الدماسه. انا قبل كده عملته معاكم كان في الدماسه، هعمله في الحله معاكم. هنا غليت ميه على النار كده وحطيته عليها. خلاص كده هروح بقى على البوتاجاز واحطه. يعني هقلب كده تقليبتين كده، حاجه خفيفه كده، واخد الحله واروح بيها على البوتاجاز. هسيبه على البوتاجاز كده ياخد غلوتين بس. هنا الغطا ما تغطيهوش غطا كامل كده، واربي الغطا عشان ما يفرش منك. هنا بعد ما غلي غلوتين هشيل بقى الريم اللي طلع من على الوش. تشيله كله كده، ما خليش حاجه. ما شاء الله بصوا لونه ما شاء الله. عايزه تحطي كركم معلقه، حطي معلقه صغيره كده، معلقه كركم. بس انا بصراحه ما بحطش. هي كده المقادير دي بتاعتي وبس. عايزه تحطي له قطايه برضو نفس الشيء، بس انا بحب اعمله كده، دي طريقتي برضو. هشيل الريم بقى كله كده وهسيبه يغلي غلوتين بس. برضو كل شوية انا كده غطيت عليه غطا كامل، وهوطي النار عليه كمان. اخلي بقى النار زي الشمعة كده واسيبه مع نفسه، بس كل شوية هطل عليه. هنا خلاص شرب المية. انا هبص عليه ليه؟ عشان لو شرب ميته مية سخنة وتنزلي بيها، متحطيش مية من الحنفية، مية سخنة تكون مجهزاها كده وعلى طول تزودي. كل ما يشرب ميته تحطي له ميه لحد ما يستوي، وكل شويه تبص عليه زي كده وتشوفيه. انا كده هشوفه بس دخل في السوا ولا لسه. هبدا اشوف كده، ههرسه. هو كده خلاص، بس انا هسيبه شويه كمان. عايزاه بقى يبقى زي الزبده يعني. كده ما شاء الله اهو، شايفين؟ ولونه فاتح برضو وبقى زبده ما شاء الله، اللهم بارك. هشيل بقى قشر الليمون اللي انا حطيته ده. خلاص هو استوى كده واتهرى معاه، فهشيله بس بحيث القشر ما حدش ياكله يلاقيه مرر معاه. كده خلاص. هوريهولكوا بقى هنا كده بعد ما استوى خالص. هغطيه كده واوريكم. بصوا بقى ما شاء الله زبده، الله اكبر. بصوا لونه ما شاء الله. بتاكلي حاجه نظيفه في بيتك، وحاجه يعني اخر فخامه ما شاء الله. ولا لون صناعي ولا معمول اي كلام، ومغسول حلو، وحاجه نظيفه في بيتك وبألف هنا. هنا بقى هحط له بقى، غرفت طبق فول وهحط له بقى شويه زيت وحبه ملح وحبه كمون وطحينه. احلى طبق فول. انا بصراحه على طول بعمله كده يعني. انا علشان كمان حاجه اقولها لكم، انا اول ما رحت المنطقه اللي انا ساكنه فيها دي مكانش فيها مطاعم خالص ولا محلات، بقالي من 20 سنه. وانا متعوده اعمل بقى الفول في البيت، وخلاص ما بنعرفش نجيبه من المطعم. هنا شويه طحينه كمان اهو عليه. عايزه تحطي ليمون حطي، وبألف هنا. يا ريت لو وصلتي لحد هنا معايا متنسيش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين. احلى طبق فول للسحور، بألف هنا عليكم.